شباب. جينا توا للبارك اللي ان شاء الله باش نعملوا فيه اللمه باش يكونوا فيه الجماعه اللي باش يمشيو ان شاء الله للماتش. حبينا معناها ناخذوهم معناها ديريكت نشوفوا الاجواء، باش نحكيو شويه مع التوانسه باش نشوفوا كيفاش معناها يحضروا في الماتش نتاعهم، منين قاعدين يجيو منين نجيو، ومن بعد نزيدوا نكملوا ان شاء الله نتفاعلوا في بقيه الفيديو تكون ان شاء الله في استاد ديريكت. مي تو باش نحاولوا ناخذوا معنا نسالوهم كيفاش جاو وبعد كده نتفاهموا. مرحبا بكم. عايش بيك عايش. حبينا نسالوكم على منين جيتوا ساعه تفرجوا في الماتش بتاع تونس والبرازيل كيفاش؟ جينا سبيسيالمون من تونس. من تونس جيتوا لهنا؟ وي. واضح باهي. شنو هي تصوراتكم للماتش كونتر البرازيل؟ اسكو جيتوا معناها تفرجوا في الكوره، جيتوا على الاجواء، جيتوا على جينا نتفرجوا على البرازيل نلعبوا والنتيجه هي مش مشكل مهما جات مهما جات فايدة في اللمة وفي اللعب. ما تتصورش ان بالك تنجم تصير مفاجأة اليوم كي عملنا كونتر فرنسا وربحنا فرنسا، ده جوش اليوم تصير يصير معليش لا. حتى نيول بي الكرة كل شيء فيها وارد مدورة ما تعرفش تصوير الدرة. شو اللي تبدل في ليكيب ناسيونال خاصة في البريود الأخرى كي نحكيو على بعض الانتخابات وجايين اللاعبية اللي يلعبوا البي ناسيونال خلينا نقولوا يلعبوا برا. احنا اشد بلاستيك احسن حاجه صارت في ليكيب ناسيونال. سيمي ترافيرسي كيف اونترونور هايل. Ce sont des joueurs performants, plus performants que اللي موجودين في تونس في الكونتاكت اللي عندهم، دونك مؤهلين باش يقدموا مقابله محترمه وبابسوليوم. شنو رايك في الماتش اللي صار الاخراني مع موريتانيا وقت لعبنا بالمحليين؟ سي ان ماتش اميكال، سي سون دي ماتش دو تيست. نلعبوا بالليكيب بي وبالليكيب سي، سي با سا لو بلوز امبورطون. Le plus important c'est de tester quelques joueurs, voilà, tu les mets à l'épreuve وباش لو جور جي تجيب تلقى الجوار هذا. لا كونكليزيون انه اكتشفنا اليوم اللاعب المحلي غير ما ينجمش يكون موجود في النيفو نتاعو بعيد ياسر عن واقع الرياضه في تونس طاح مليح. واضح. عندكمش كلمه تحب توصلوها مثلا الفيدراسيون ولا مسؤولين ولا الجوارات ولا؟ لا انا بتيت رومارك النباره الناس اللي في البلاتوات كي اللي تعطي منحى للفريق القومي، منحى جهوي، ماذا بينا يبعدوا شويه من التلفزه، خلونا التلفزه للتوانسه الكل. التوانسه الكل يعطيكم الصحه. ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه. يعطيك الصحه. ان شاء الله عايش يعطيك الصحه. اول حاجه جبدتني في الحكايه كي شفت العلم تاع المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي والماتش يخص المنتخب التونسي، شو هو اول رومارك يعني؟ والله بالنسبه لي انا تونس والجزائر براسك بلاد واحد، فرقنا لا غالب شغل فرقنا حدود مي بون صافي بليزير نجي نتفرج على تونس باسكو شغل كان نتفرج على الجزائر بدم واحد بكاباسيتي واحد شغل وبجرينتا واحده كما قال جرينتا نفسها. الحمد لله ان شاء الله تكون نتيجه لتونس ما يدري البرازيل مي لا تعرفش عليه فينيسيوس ما والو ما يخلعناش فينيسيوس مادام كاين دي جوار ما شاء الله ان شاء الله لا يكون المنتخب التونسي ان شاء الله. منين جيتوا باش تفرجوا الماتش؟ انا من بيتين. من بيتين جينا من بيتين بلاصه تبعد ينور على ليب. بار كونتر خو جا من عنابه من جيت من الطرف ولايه الطرف اكزاكت هنا عندي 4 جور من اللي جيت 4 جور من اللي جيت والله تقدر تكون سبيسيال الماتش نتاع تونس يعطيك الصحه. ان شاء الله مربوحه ان شاء الله خوتنا توانسه ان شاء الله يا خويا مربوحه وان شاء الله المنتخب التونسي ينورنا وان شاء الله مربوح. الجزائر باهي تشوف الماتش اوسي يعطيك الصحه. صافي ان غون بليزير بور نو. شنو الكلمه هكا اللي تحبوا تقولوها هكا سواء جوارات ولا؟ انا حاب نقول كلمه واحده، تونس والجزائر ما تفرقنا كان كما يقولوا دم واحد، ما يفرقنا والو مهما يقولوا مهما يقولوا كما نقولوا فتنه وكلش بصح دم واحد. الجزائر تونس. برافو يعطيكم الصحه. برافو.
السلام عليكم. كما كنتوا تتفرجوا معنا ماتش المنتخب الوطني التونسي اللي تنقلنا على عين المكان، واللي كانت عنا بعض التفاصيل بالنسبة للماتش هذايا. كما كنتوا تسمعوا معنا الأشخاص اللي التقينا بهم، الناس اللي كانت موجودة، التوقعات، كلامهم على المنتخب الوطني التونسي، أسباب وجودهم باش يشجعوا المنتخب التونسي في المقابلة ضد البرازيل اللي كانت في مدينة ليل، واللي نعرفوا اللي ليل بالرغم ما هيش المدينة اللي معروفة بالكثافة السكانية من ناحية توانسة، معناها فما برشا توانسة الحقيقة، خاطر في الوقت هذاك تتعرف على عباد الكل وتشوف الناس الكل، وتشوف من برشا بلدان يجيو، من سويسرا جاو، من بلجيكا جاو، من النمسا جاو، من ألمانيا جاو، من إيطاليا جاو، حتى من تونس كانوا زادا كيف زادا امشاو. دونك من مختلف معناها الجنسيات والمختلف البلدان خلينا نقولوا جاو يشجعوا المنتخب الوطني التونسي. هذه الناس اللي قابلناها، ما بالك الناس اللي ما قابلناهاش، اللي كان معناها حضور جماهيري بسم الله ما شاء الله. وشفنا المنتخب الوطني التونسي الملاعبية هنا خليني نحكي كانوا قد المسؤولية. معناها انت كي تشوف الملاعبية كيفاش يلعبوا في التيران، والروح والقلب والجرينتا والرجلة متاعهم في التيران، تفهم قوة الشخصية بالنسبة للملاعبية. واللي الحاجة ذي رجعتش من فراغ، راهو اليوم نحكيو فما مدرب وفما ملاعبية وفما زاده مسؤولين، والمسؤولين هما اللي يخليو معناها الامور تمشي كيف ما هي. اليوم انا كي نجي نحكي على منتخب التونسي كيفاش كان يلقى في عديد الصعوبات باش يواجه منتخبات متواضعه، معناها نعطيك انا مقابله ضد ناميبيا، ومقابله ضد الكافير، ومقابله ضد المقابله معلش انا غير الاستوائيه تلقاك تربحها بالسيف، معناها برشا مقابلات الحقيقه تعدينا اكوتي. لكن البارح الوجه اللي ضرب بيه المنتخب التونسي ضد منتخب عتيد كما البرازيل راهي مش حاجه سهله. راك لازمك تفهم اللي المنتخب قاعد يتطور ويتحسن. وقتاش؟ وقت اللي الناس الكل حتى اليد في اليد، كستاف كملاعبيه كمسؤولين، وقت اللي نضاف الجو، وقت اللي يستحق يكون موجود في التيران قاعد يلعب، وقت اللي الليستا تجي الملاعبيه اللي تستحق تكون موجوده في المنتخب. حكيناها برشا مرات وقلنا لكم وباش نقعدوا ديما ندافعوا على الفكره هذه. لا مجال للعب مع المنتخب التونسي خاصة من ناحية الاستدعاء للملاعبية. ملاعبي مواطن عادي بيلعب ما نعرفش انا درا كيفاش خويا ما نستحقكش ما نعيطلكش، من غير ما نقعدوا نتناقشوا برشا ما نعيطلكش، ما عندكش مستوى بطولة تونسية باش تلعب في البطولة باش تلعب في المنتخب. دونك انا خليني فرحان وشيخ مع منتخب بلادي عامل اكس مع البرازيل. صحيح ما شوف خلينا نكون واضحين، يعتبر انجاز عند منتخبات اخرى هربت وخافت. راهو منتخبات اخرى حبيش تلعب، المنتخب البرازيلي تو نجيو نفصلوا الموضوع هذا ونحكيو فيه ونذكروهم المنتخبات اللي هربت مواجهة البرازيل، لكنه المنتخب التونسي تعلم من الدرس. معناها انا كي نشوف الدرس اللي تعلموا من المقابلة الفارطة ضد الأردن، وقت اللي يكون منهزم هدف ل0 1-1 ويخسر 2-1 ويرجع يعمل رومونتادا ويربح، راهو هذاك منتخب عنده شخصية. كي تجي ضد البرازيل وفينيسيوس والملاعبين الكل موجودين ومعناها نجوم، خلينا نقولوا نجوم المنتخب البرازيلي هو بالليكيب الاولى وتماركي لها انت لول وضربة جزاء مشكوك فيها، معناها حتى بالحكم باش هما يوصلوا يعملوا اكس مع المنتخب الوطني التونسي. باش نجي انا من بعد نطيح من قيمة المنتخب، ليه؟ انا نقول لك قيمة المنتخب الفوق، قيمة المنتخب الوطني التونسي لازمنا نثبتوا عليها ولازمنا نزيدوا ندعموها ولازمنا نقفوا معاها كجماهير تونسية. معناها كي تشوف الناس كيفاش واقفه مع المنتخب التونسي في مدينه ليل الفرنسيه تفهم قديش حبهم للوطن هذا. خلينا باش نحكيو على كوره ومدوره وجلد لا هو يشوف الرايه الوطنيه، هو يشوف الاحمر والابيض نتاع المنتخب الوطني التونسي والنجمه والهلال، هذاك شنو اللي قاعد يشوف باختلاف الجمعيات نتاعها. شفنا معناها اللي يمثلوا جماهير الترجي التونسي، شفنا اللي يمثلوا جماهير الافريقي، شفنا اللي يمثلوا جماهير نجم الرياضي الساحلي، شفنا اللي يمثلوا شبيبه القيروانيه، شفنا اللي يمثلوا المرسى، شفنا اللي يمثلوا فريق ترجي رجيس، شفنا تقريبا جل الفرق، هي حتى المهديه على ما اعتقد ذولي مكان المهديه كيف زاد شفنا ناس قاعده تمثل فيها باش نفهموا حبهم الوطن وتعلقهم بالوطن نتاعهم. لانه اليوم نشوفوا المنتخب الوطني التونسي الحقيقه برافو للملاعبيه. كي نجيو نحكيو على الملاعبيه مانيش باش نطول عليكم برشا، باش خاصوا حلقه اخرى نحكيو فيها على الاداء الملاعبيه، لكن ما نجموش ما نقولوش برافو للناس الكل. ما حتى من ناحيه الاجواء كنا قراب وشفنا ورينا معناها على عينينا، مش نقول حكيو لنا الناس وقالنا فلان، ليه شفنا الناس لحمه مع بعضهم. معناها ملاعبيه حتى توصل ما تلعبش ما تسمعش حتى كلمه، تلقاه فرحان انه عمل روندمون
صاحبه اللي عمله في التيران، لكن هو فرحان به كأنه هو اللي عمله. هذاك الأوبجيكتيف. اليوم كي تحكي أمور فنية وتكتيكية، اليوم تقول المنتخب الوطني التونسي نجح، لعبنا صحيح 5-3-2 ولعبنا في وقت من الأوقات 8 التالي ومهاجم، وفي وقت من الأوقات زدنا نحينا المهاجم وعبنا لهم بملعبية في الوسط والباقي في الدفاع. لكن هذاك هو لو تقيد التاريخ. انت غدوة كاسمك منتخب الوطني التونسي، برا شوف انت على مستوى العالم شنو يحكيوا عليك، برا شوف الصحف العالمية ايش تحكي على المنتخب، شوف الصحف العربية ايش تحكي على المنتخب، شوف الامبريسيون اللي خليتها انت على المنتخب الوطني التونسي، باش من بعد يجيوك معناها مجموعة من الناس يحبوا يقزموا المنتخب. وهذاك ما باش نخصصوا لهم حلقة نحكيوا عليهم زاده، ماناش باش ننساوهم. كل انسان يحب يقزم عمل العباد والتعب نتاعهم وناس قاعده تخدم، ومن بعد يجي يبدا يحكيك في حكايه يقول لك انا نعرفهم وانا شاممها، وبارامو بداو يبسسوا له، والاخر يقول له لا المنتخب التونسي درشني، والاخر محضر استاتيو في الدوره، والاخر يبندر من غادي، والاخر يتكلم في كلمه من غادي. علاش اليوم ما نقفوش ورايه بلادنا؟ اليوم نقفوا مع منتخب بلادنا. يدير ملاعب يستحق يكون في المنتخب يكون، ما يستحقش يمشي على روحه. لا نجيب فلان لا نقول فلتان لا نقول هذا يستحق، لا البقاء للأحسن في المنتخب. مازال عنا برشا كلام حكينا هذا، قلنا نقولوا الهوامش، معناها حاولنا نحكيوا على شنو صار في التيران، كيفاش تنقلنا للتيران، كيفاش تفاعلنا مع الهدف تاع المنتخب الوطني التونسي، كيفاش كانت الأجواء متاع الجماهير، الهدف اللي سجله الماستوري واللي الخدمة كبيرة اللي كان خدمها علي العابدي. دونك حاولنا نعملوا فيديو يكون ملم وانا بالحاجات هذه الكل اللي كنا نحكيوا عليهم. في انتظار ان شاء الله باش تكون عندنا حلقه اخرى نحكيو شويه تكنيك، وخاصه نحكيو على اداء الملاعبيه. دونك هكا من الفيديو، نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد.